آآ الفرحة ديالي اليوم صراحة الله ما عندها حتى علاقة بالفرقة اللي كنشجعها ولا، ولكن واحد الفرقة اللي كنبغيها بزاف و وتُحشت أنني نشوفها في الشامبيونز ليغ، وعندنا معاها ذكريات في الشامبيونز ليغ. كنهضر على مانشستر يونايتد الدراري. آآ ما يمكنش ماتش، ما يمكنش كورة ممتعة لأبعد الدرجات. اليوم بحال قلتي النتيجة ما كتعبّرش على سير المباراة، حيت اليونايتد دومينات الماتش من A حتى لZ. ليفربول ماركات 2 بيوتا في ديك اللحظة ديال السهيان في البداية ديال الشوط التاني، في الغلط ديال ماينو، جاو هادوك 2 بيوتا. إما ليفربول راه ما دارتش علاش طرحم اليوم وما عندهمش أصلًا حتى باش يماركيو هادوك 2 بيوت. انتصار محقق، انتصار يستاهلوه اليونايتد، فرقة اللي كافحات نقدروا نقولوا أنها تداركت الموقف في الربع الأخير من الموسم بسبب واحد السيد اللي هو مايكل كاريك. الفرقة اللي عندها برونو اللي اليوم كان غادي، كنت تحسب ليه لاسيست اللي عطا لسيسكو في البيت التاني، كان غادي يحقق أكتر لاعب كيقدم لي زاسيست في الدوري الإنجليزي في عام واحد. كان غادي على ما كنظن كان غيتعادل أولا غيفوت تيري هونري وكيفن دي بروين. فرقة اللي عندها مهاجم بحال سيسكو، مهاجم من الدراري اللي واعر، وللعلم راه جوج لعابة اليوم اللي كانوا واعرين في الماتش راه مع أموريم راه ما كانش تايق فيهم وما كانش كيلعبهم كاع. واحد كان كيدخّلو بديل ما كيعطيهش فرصة، وواحد ما كانش كاع كيلعبو اللي هما كوبي ماينو، الجوهرة الإنجليزية اللي تبارك الله هاد الدراري، بغينا نشوفوه في كأس العالم. وشيشكو اللي قدّم واحد الماتش اليوم حتى هو واعر، واخا أنا عندي واحد التحفظ. مايكل كاريك كيطلّع سيسكو دغيا، ما فهمتش علاش، كان باقي سيسكو يعطي، كان باقي يماركي ليك، كنعرفو سيسكو كيماركي البيوتات ديال الراس بزاف، وفي هذاك الآخر راه جاو بزاف ديال الفرص، كتسونطرا كورة وما كاينش اللي يماركيهم، كون كان سيسكو غيماركيهم. كيف كنقولوا الفرقة ديال اليونايتد لعبات اليوم هجمات كتر من أنها دفعات، حيت إلا جيتو الدراري تغطوا البال الدفاع ديال اليونايتد راه ما فيهش شي حد زعما اللي واو ونقولوا زعما راه عرفتي بزاف ديال المدافعين مضروبين لهم الدراري، ديال ليخت، مارتينيز، يورو، يعني بزاف ديال اللعابة ما كاينينش. كنلعب اليوم بالخط ماغواير ومع هذاك الدري الآخر ما عرفتش السمية عندو، وكان ديوغو دالو وكان لوك شو. بعدا هاد ديوغو دالو ولوك شو هادو لعابة متقاعدين، يعني لاعبين غير بأظهرة متقاعدين، ومع ذلك قدروا يدومينيو الماتش، قدروا يربحوا. ما ننكروش أن ليفربول حتى هي راه ضعيفة هاد العام، ولكن هاد الدراري ملي غتجي عند تجي عند واحد الإنسان عادي تقول ليه أودي راه حكا، راه ليفربول داز الدوري الإنجليزي، وراه ليفربول غيخرج منها لعاب واحد اللي هو ترينت ألكسندر أرنولد، وراه العام اللي موراه غادي يشريو أحسن مهاجم في الدوري الإنجليزي مورا هالاند اللي هو إيزاك، وغيشريو أحسن صانع لعب في الدوري الألماني وأحسن لاعب في الدوري الألماني اللي هو فيرتز، وغيشريو أحسن باك رايت في الدوري الألماني اللي هو فريمبونغ، وغيشريو واحد من أحسن الأظهرة اليسرى اللي كاينة في الدوري الإنجليزي، كان كيركز. الناس بعدا راه كتنسى كيركز الدراري، راه كان من أحسن الأظهرة مع إيراولا في بورنموث، راه كان من أحسن الأظهرة هداك العام اللي فات، وجبتيه. يعني هاد الصفقات كاملين، شكون كان كيقول أنه إيكيتيكي اللي ما تنساوش هاد الدراري راه ما جاش برخيص، راه جاب 90 مليون وما عرفت بكذا و90. شكون كان كيقول ليفربول غادي تفشل؟ فرقة من فرقات الدوري الإنجليزي، الفرقة العام ما عرفاش تربح نوتنغهام، ما عرفاش تربح فراقي صغار، ما عرفاش تربح الولفز. وأنا صراحة الله كتجيني قصحية الراس ديال المدرب إلا وصلت الفرقة لهاد الحالة. حيت منين كنقول لك اليوم إيزاك مضروب، صلاح مضروب،
تيكي تيكي مضروب. وأنا من كاع قبل كاع ما طيحت التشكيلة اش كنت كنقول هاد اللعابة كلهم مضروبين، يعني كيزا راه غيكون، كيزا الدراري راه واحد اللاعب اللي underrated بزاف، 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 ما معطاش حقّه بزاف، بزاف، بزاف. كيزا الدراري راه واحد اللاعب اللي كيف قلت لكم راه ما معطاش حقّه، راه لاعب واعر. ومع ذلك السي أرني سلوت لأ، ما لعبش كيزا، شكون غنلعب؟ غنلعب ولد بلادي الهولندي خاخبو، حبيت نقول واحد الكلمة خايبة، كنت غنقولها الساعة بلا ما نقولها، ملعب كاكبو. كاكبو هاد الدراري كتحس به بحال عندو شي تصاور ديال أرني سلوت عريان، أولا كيهددو بشي حاجة، ميمكنش هاد الدراري، راه واحد السوء منقطع النظير، ما عمرني شتي لعابة أنا بحال هكاك. صراحة هو زوباميندي شد كورة هنا دوزها لهنا، شد كورة من اليسار عطاها لليمين، شدها من اليمين عطاها لليسار، غيجيو بنادم غيكومونتي ليا يقول لي حكا راه كاكبو ماركا الدراري واخا ماركا، راه كاكبو راه خصكم نتوما تكونوا متبعين ليفربول، راه لعاب، راه كيتخبى لواحد الدرجة كبيرة وما عندوش الشخصية باش يلعب، ما عندوش الشخصية باش يفانتي، ما عندوش يعني ليفربول خاصها حاجة وحدة باش ما يكدبش عليكم بنادم مولا، حاليًا بهاد السكواد اللي عندهم خصهم حاجة وحدة، خصهم مدرب مزيان، خصهم واحد الانتعاشة في غرفة تغيير الملابس، خص ترجع هاديك الروح اللي كانت مع كلوب، خص مدرب اللي يرجع ليهم هادشي كامل. كنظن أن المدرب راه باين، غادي ندير لكم واحد الحلقة على تشافي ألونسو، وعلاش بالضبط تشافي ألونسو ينجح في ليفربول، التشكيلة ديالو بالتكتيكات ديالو. آآ ليفربول بغض النظر على اش غيبيعوا هاد الصيف، واش فان دايك غيبقى، واش غيزيد، سميتو، واش كوناتي غيمشي، واش غيزيد، يعني خصهم تدعيمات في الدفاع. وهادشي اللي كنظن فرقة بحال ليفربول صارفة هادوك الفلوس كاملة وعندهم لعابة، هذا هو المشكل، عندهم لعابة باش يلعبوا، مي نشوفوا إن شاء الله في الموسم الجاي. يعني بالنسبة ليا الموسم ديال ليفربول سالا، إلا كانت شي حسنة غيديرها أرني سلوت ويدوزهم للشامبيونز ليغ ما يطيحهمش، وهادشي اللي كاين الدراري. ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة ديال مدريد، الماتش ديال مدريد وإسبانيول نهضروا عليهم حتى هما إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله.